بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك لنادي الزمالك بطولة السوبر الأفريقي وحسم القمة 234 لصالح. المباراة كانت صعبة زي ما وضحنا في الفيديو قبل المباراة واتكلمنا، قلنا مباراة صعبة على الفريقين، ما هي سهلة. وقدرنا الحمد لله احنا نتوقع نتيجة المباراة. قلنا المباراة النتيجة اللي هتروح لها هتروح لركلات الترجيح، وطبعا دي اسمها ركلات الترجيح، ضربات الجزاء وضربات الحظ. يعني انت وحظك بقى في ركلات الترجيح. الفرقه اللي هتبقى مركزه، الفرقه اللي عندها ثبات انفعالي، الفرقه اللي حارس مرماها يكون مركز هي اللي تقدر تكسب. لكن هي ركلات الحظ. الف مبروك. ده طبعا ما يقللش ان الزمالك فاز ببطوله. ضربات الجزاء ديت بطوله، وفرقه بتاخد كاس عالم بركلات الترجيح، فالف مبروك نادي الزمالك. لعب واستحق المكسب. ويعني برضو الاهلي لعب مباراه كويسه، بس ما كانش افضل حاجه في المباراه. ده برضو ما يقللش ان الزمالك كان كويس. وجوميز مدرب الزمالك قدر ان هو يقرأ المباراه، وتغييراته بصراحه كان لها عامل السحر. فرقت طبعا في المباراه بعد ما كان متأخر بهدف، نزل ناصر منسي. ناصر منسي كان عنده التوفيق وقدر يتعادل في كرة، أول كرة جت له. فألف مبروك لنادي الزمالك. ومباراة كانت جميلة جدا بين الفريقين. وطبعا الأجمل كمان من المباراة منظر الجمهور في المدرجات، ما شاء الله حاجة تفرح، من جمهور الأهلي وجمهور الزمالك. وطبعا يعني احنا كلنا في الآخر مصريين، كلنا اخوات. طبعا الزمالك جمهوره حقه يفرح، الاهلي طبعا زعلان عن ان خسر البطوله، كان نفسه يكسب البطوله. لكن يعني الاهلي خسر بطوله النهارده، قادر ان هو يعوض بطوله واثنين وثلاثه، والزمالك قادر بعد كده في بطولات. اهم حاجه في الاول وفي الاخر الروح الرياضيه، ما نخرجش بره سياق الروح الرياضيه. زي ما قلنا كلنا اخوات، وحته التعصب دي بقى خلاص نشيلها. النهارده انا كان في توفيق والحمد لله كسبت البطوله. الاهلي برضو ان شاء الله في مباراه وبطولات قادمه، والاهلي عنده بطولات كتير والزمالك عنده بطولات كتير. فمش عايزين ان احنا يعني ايه حاله التعصب بتاعه الماتشات دي. خلاص نتمنى ان الحاله دي تروح بقى وتقل من عندنا كجمهور، سواء اهلي زمالك مصر اتحاد اسماعيلي محله. بتكلم على الانديه الشعبيه المصريه يعني طبعا. لكن طبعا عايز يعني نحب ان احنا نشكر اخواتنا السعوديين طبعا بحسن الاستقبال كعاداتهم يعني. والمستشار تركي الشيخ وكل المسؤولين عن الرياضه في السعوديه. لكن انا عندي لقطه كده يعني ايه حابب ان انا اتكلم فيها بصراحه. للمستشار تركي الشيخ طبعا كل الاحترام والحب لشخصيته والمملكه العربيه السعوديه باكملها يعني. لكن انا بس عندي نقطه حابب اتكلم فيها. سياده المستشار تركي الشيخ، انت النهارده واضح جدا ان انت اهلاوي، ودي ما فيش فيها مشكله والله. حتى لو زملكاوي كنت هتكلم في النقطه، يعني لو كان حتى واضح ميولك للزمالك كنت هتكلم برضه في نفس النقطه. انا بتكلم من مكاني، انا الحمد لله محايد، لا مع اهلي ولا مع زمالك. انا بتكلم محايد. انت النهارده ويعني واضح قوي انتمائك للنادي الاهلي. في كل صورة الكاميرا بتيجي عليك واضح انتمائك للاهلي، وده مش عيب ولا مشكلة. بس انت النهارده يعني الفريقين دول بيلعبوا في بلدك وعلى ارضك. وانت يعني زي ما بنقول كده بالتعبير، تعبير واضح، انت النهارده عازم الفريقين دول عندك. الفريقين دول بيلعبوا في مكانك، انت المفروض تكون محايد. بتشجع النادي الاهلي بس ما يبقاش بالمنظر ده. وان انت يعني مش عايز اقول لو الكابتن محمود الخطيب في الكاميرا بتيجي عليه ما بيبقاش عنده الانفعال ده ساعة لما الاهلي بيضيع هجمة او الزمالك احرز الهدف او الاهلي ضيع ضربة جزاء. فده طبعا مش مشكلة، بس انا بتكلم في نقطة ان انت انتمائك باين قوي للاهلي. فالمفروض ان ده فرقتين بتلعب عندك وعلى ارضك، ان انت تبقى محايد، لا اهلي ولا زمالك حتى يبقى على الشاشة. وطبعا انت مش هتحب الاهلي اكتر من الهلال السعودي عشان نتكلم بصراحة يعني. حبك وانتمائك طبعا للهلال السعودي او لفريقك السعودي. ودي طبعا مش حاجة، ده حاجة طبعا لازم يكون انتمائك لفريق بلدك اكيد، زي ما طبعا المصريين انتمائهم للاهلي او للزمالك. وانا بشجع وبحب جدا جدا الفرقة السعودية والله. يعني انا بتكلم، انا مشجع للنصر السعودي بعد المصري البورسعيدي. يعني انا اول مرة اقولها في فيديو، انا مشجع طبعا للمصري وده شرف ليا. وطبعا يعني مش تشجيع للمصري ما هوش كره للنادي الاهلي او كره للنادي الزمالك. انا الحمد لله في فيديوهاتي بتكلم محايد، لا كره لحد ولا حاجه. انا بحب يعني اتكلم بكل حياديه والله. فعشان برضو ما نخرجش بره اللي احنا بنقوله، كل الاحترام لسياده المستشار تركي آل الشيخ. شخصيه محترمه جدا. حابب مصر واحنا طبعا بنحبه والله. فكل الاحترام لشخصه. انا كنت بس حابب اتكلم في النقطه دي. انت عازم حد في مكانك او في بيتك، مش هتدي لحد مشروب او عصير ومش هتقدم للتاني. فكان ده النقطه اللي انا بتكلم فيها. انت مشجع للاهلي وواضح قوي ده طبعا تخلي جمهور الزمالك يزعل منك، ان انت المفروض تكون في حياديه مع الفريقين بالذات لما يكونوا بيلعبوا في ارضك.
فده طبعا يعني كان النقطه اللي انا حابب اتكلم فيها لسياده المستشار تركي آل الشيخ يعني، وكل الحب والاحترام له ولشخصه، والمملكه العربيه السعوديه باكملها طبعا يعني كل الحب والاحترام لها طبعا، بلدنا التانيه طبعا السعوديه بعد مصر. فيعني برضو ما نطلعش طلعنا. ألف مبروك لنادي الزمالك الفوز ببطولة كأس السوبر. بطولة مهمة، بطولة مهمة في تاريخ نادي الزمالك طبعا. وهارد لك للنادي الأهلي وجمهوره، والأهلي طبعا قادر يعوض. الأهلي خسر بطولة بيكسب وراها أكتر من كذا بطولة، وربنا يوفق الفريقين طبعا، ويوفق الكرة المصرية والكرة السعودية طبعا. ربنا كل التوفيق لنا جميعا إن شاء الله. عبر صفحتنا على اليوتيوب كرة مع المصري. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.